السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. عايزه اقول لكم بحبكم في الله جدا جدا وحشني كتير قوي والله. الفيديو النهارده كده مختلف شويه وان شاء الله يعجبكم برضو. حبيت كده اشارككم معايا واوريكم. عايزه اقول لكم ان زراعه الملوخيه دي من اسهل الزراعات اللي ممكن تزرعوها في حياتكم يعني. بجد جربت كذا زرع كده ما لقيتش اسهل من زراعه الملوخيه ابدا. بس طبعا محتوى الفيديو بتاعنا النهارده هوريكم كده مشتريات للمصيف. الولاد واجعين دماغي، عايزين نروح نصيف، عايزين نروح البحر، ومدى الصغير يقول لي عايزين نروح البحر. طبعا انا دلوقتي يقول عايزين نروح السباحه. فبصوا بقى دلوقتي اصلا يعني قلت برضو ايه، هم ليهم حق عليا ان انا افسحهم او اخرجهم، لان انا ما بخرجهمش خالص. فقلت باذن الله كده اخرجهم يوم واحد بس، اللي هو هيبقى هدة حيل وهيبقى بهدله، بس مش مشكله. رحت اشتريت شويه حاجات كده، شويه هدوم كده خفيفه، لان طبعا ما عندناش حاجه للمصيف بصراحه. فاشتريت كده، واول مره اجيب حاجه اونلاين، او دي تاني مره اجيب حاجه اونلاين، هوريها لكم برده باذن الله. حبيت اوريكم الملوخيه كده ونعمل فيديو ايه سريع مع بعض بما انكم بتوحشوني. بصوا بقى الملوخيه دي كانت طالعه عندي كده، ما شاء ما هنجيبها ماشي، هنجيبها. الملوخيه دي ما شاء الله شايفين. ينفع تتقطف منها؟ عندي تتعمل، ما انا واخده منها قبل كده وعامله. فالملوخيه دي بقى ايه، كنت انا زرعاها كده، مش زرعاها دي، طلعت في وسط الشجر كده في وسط الضراوه، فخدت منها وعملت مره كانت عسل. مش عارفه بقى الحاجه لما بتبقى اخر مره انت كنت عاملاها هي دي. امسكي كده. بصوا بقى كانت مسكره جدا جدا، مش عارفه بقى عشان مثلا ما بتاخدش كيماوي، عشان حاجه زرعها على ايدك، مش عارفه، حسيت بحلاوتها قوي يعني. شايفين اهي في اهو كمان كان كذا واحد كده، خلعتهم بتاع كيلو وعملته، حتى نزلت لحماتي منه بتقول لي طعمها حلو جدا جدا. كمان اللوبيا تقريبا كده قربت تطلع ولا ايه مش عارفه بصراحه، لانها بتمدت قوي يعني، طولت قوي وبدات تطلع اللي هي الزهره دي كده. فمش عارفه دي بقى كده هتطلع ولا ايه. وكمان قطفت لها الباميه عشان تبقى لوحدها. بصوا بتلف كده وتطول تطول تطول وتلف على بعضها زي ما انتم شايفينها كده. مش عارفه امتى حلمت بيها والله ان هي طلعت قرون قدامي كده اللوبيا، وبقيت اجمعها. مش عارفه، مش عايزه تفرحني ليه بصراحه. بصوا يا بقى الناس بقى اللي تعرف في اللوبيا، هي كده طلعت تصدقوا اهو، والله انا حلمت بيها ان هي طلعت ما شاء الله. بصوا قرن اللوبيا اهو، فيها نمل ليه كده، بصوا اهو ما شاء الله. وانا عماله اقول ايه ده، بصوا طلعت والله اهو. سيبيها بقى اهو، بصوا قرن اللوبيا ما شاء الله. والله حلمت بيها، انا حلمت بيها ان هي طلعت امبارح. شوفوا ما شاء الله، يعني انا امبارح قمت بالليل يعني كنت نايمه كده، فحلمت ان هي طلعت، هشوفها، فحلمت ان هي طلعت كده قرون والله العظيم. انا لسه قبل ما اشوف، قسما بالله ما شفت الا دلوقتي. لسه جايه انا لسه جايه من فوق اصلا. بصوا والله لسه جاي دلوقتي، قلت اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها واوريكم الملوخيه. زراعتها سهله جدا جدا. فاتفاجئ ان اللوبيا طلعت لي قرون كده. بصوا والله فرحتني جدا اهي. مش عارفه في تاني بقى ولا ايه. بصوا اهو، بصي اهو بس ليه النمل كده. بصوا البتاعه دي النوره دي بتطلع بواحده. يعني دي بتطلع قرون. النوره دي لما بتطلع قرن اهي بصوا ما شاء الله. ما كنتش عارفه والله، لان اول مره في حياتي ازرعها اصلا يعني، ما شفتش عمري في حياتي ما زرعتها. ما شاء الله ما شاء الله. ما انت بتفتحيها بقى بتسيبيها تنشف؟ انا ما فتحهاش، هي بقى لما تطلع خالص نبقى نجمع منها ونعمل طبخه ولا حاجه. بصوا ما شاء الله. هنا بقى انا بحب حاجه المفروض بقى في البيت دي زي الفراخ. عمري ما اكلت فراخ من بره ولا طعمها وحش. بصوا عمري ما جبت فراخ من بره واعملها الا لما يعيبوا عليها ويقولوا طعمها وحش. شايفين الملوخيه اللهم بارك، لو انا عايزه اعمل منها دلوقتي هعمل، سهله جدا يعني. هي ما كملتش اسبوع زرعها والله. شوفوا ما كملتش اسبوع زرعاها. شايفين ما شاء الله. حاجه اللوبيا
الملوخيه. اللهم بارك. لا الملوخيه بتطلع بسرعه جدا، يعني ما تخيلش ان هي تطلع بالسرعه دي، وممكن تتقطف كده منها ويتعمل منها جميله كده وهي صغننه وطريه وحلوه قوي، وتاكلي احلى ملوخيه في اسبوع واحد قسما بالله. يعني انا زرعها كده بقى لها 8 ايام بالظبط، ما شاء الله 8 ايام بالظبط مزروعه، وتطلع بالمنظر الجميل ده والكتير ده ما شاء الله. حتى انا قلت هنا بصوا بس بتطلع صغيره فين، وهنا بصوا ما كانش طالع اول امبارح على فكره لما كنت بسقي الزرع، وقلت لكم بصوا وراكي. ماشي، قلت لكم ان هنا ما فيش ملوخيه طالعه في النص، فانا ازرع تاني. فردت المشاهده قالت لي ما تزرعيش، هي هتولد في المكان كله. فانا والله ما توقعتش ان هي فعلا تولد كده. بصوا شايفين ما شاء الله اهي مطلعه صغير اهي كتير، وبادئه فعلا تولد في الاماكن اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. الحتت اللي كانت بايره اللهم بارك حلوه قوي قوي. شايفين ودي القته، دي القته اللي طلعت دي قته ودي قته اهي. بصوا دي كمان قته اهي اللهم بارك حلوه قوي. القته كمان بتطلع وبتمد. دي قته، دي لوبيا وقته. بصوا الملوخيه طالعه تحت القته حلوه ازاي، شايفينه وكتيره. ده لوبيا لوبيا. بصوا ماده لحد فين اللوبيا ما شاء الله، يعني ماده طول كده. بصوا طول قد ايه، وبعد ما ماده طول كده راجعه تاني كده. شايفين ما شاء الله بدات تطلع اهي. تعالوا بقى اوريكم المشتريات. انا حبيت بس اوريكم واقول لكم ان زراعه الملوخيه سهله جدا جدا، وتقطفي منها بعد اسبوع، ومش محتاجه اصلا ان انت تجيبي. خدي يا رؤى، مش محتاجه اصلا ان انت تحطي لها كيماوي ولا تحطي لها اي حاجه، هي الميه والزرع وخلاص على كده ما شاء الله اللهم بارك، وحلوه جدا جدا. تعالوا بقى ندخل نوريكم كده الايه الاوتفيت بتاع الولاد اللي هيروحوا بيه المصيف او هيلبسوه في المصيف يعني. ازيكم يا حبايبي، بصوا رجعت لكم تاني. بصوا بقى انا لما بصور اي فيديو وابقى جايبه لبس الولاد ببقى نفسي اصوره واحطه على القناه يبقى ذكرى حلوه ليهم، يعني في يوم من الايام يفتكروا كده لبسهم اللي كنت بجيبه لهم لما يكبروا بقى واحنا نعجز، ويوروهم لاحفادنا بقى ان شاء الله. بصوا بقى هما كانوا نفسهم يروحوا مرسى مطروح جدا، لان السنه اللي فاتت كان ما كنتش لسه جبت البيت، وكانت الظروف احسن فودتهم مرسى مطروح جميله. وبعد ميه مرسى مطروح بجد مفيش اي ميه تملى عننا تاني. بس ما كنتش هروح مصيف والله السنه دي خالص، وكان بقالنا 3 سنين ما رحناش على فكره. يعني السنه اللي فاتت كان بقالنا 3 سنين قبلها ما رحناش، فهم شطانيني بقى، وخصوصا المدى الصغير عمال يقول لي عايزه اروح السباحه، حمام السباحه، عايزه اروح البحر. وقلت اخدهم يوم واحد بس اسماعيليه او فايد، لانهم قريبين جدا من الشرقيه، يعني بيننا وبين اسماعيليه ساعه زمن بس، وبيننا وبين فايد برضو ساعه، تمام. فقلت هاخدهم فايد ان شاء الله واسماعيليه يوم واحد، نروح باذن الله الفجر النهارده، وهنيجي تاني يوم اخر النهار ان شاء الله، في نفس اليوم هنيجي نفس اليوم ان شاء الله باذن الله اخر النهار. طيب نبدا كده واوريكم ايه بقى. حاجه سيد ده ابني الكبير يا جماعه، داخل 3 سنه، ودعواتكم ليه ولكل اولادنا بالخير، ربنا يا رب يطمن قلوبنا عليهم ان شاء الله السنه الجايه، يا رب يا رب يطمن قلوبنا عليهم. بصوا بقى هو قال لي عايز الشورت ده، مش عارفه اسمه ايه بصراحه، طالع تقريبا كده ترند للشباب يعني، فانا جبت له الشورت ده. مش فاكره كان ب 180 تقريبا او 200 حاجه زي كده، فجاب الشورت ده، وجاب كمان قال عايز قميص اسود، فجاب القميص الاسود ده كان عامل 300 جنيه، قال 360 وقلت له 300، قال لي تمام ماشي، وافق وخدناه ب 300 وزي ما هو كده. طبعا هو جايب الطقم، انا بقول له هتنزل البحر بالهدوم دي يا ابني، هتنزل البحر بالهدوم دي، قال لي لا انا جايبها هتصور بيها بس. طب ايه؟ قال لي هتصور بيها وهينزل الميه بهدوم تانية عنده، يعني شورت تاني وشورت كده خالص. وكمان انا جبت لها المايو ده، لان هي بصراحه كل مره بتروح البحر فكانت بتلبس ايه بيجامه عاديه، ما كانتش عمرها جبت لها مايوهات يعني، جبت المايو ده كبير وحجره كبير وواسع، عجبني عشان كبير، ده اصلا يلبس بنات كبار يعني اكبر منها بكتير، بس عشان هي جسمها مليان فقلت اجيبه يكون كبير وينفعها السنه الجايه، هو هتلبس لبسه واحده في اليوم اللي احنا هنروح فيه وخلاص. فقلت اجيبه لو حصل مثلا وديتها سباحه او حمام سباحه هنا او حاجه، يبقى عندها وهو ايه، يبقى زي فلوس متشاله وخلاص، عشان خاطر بدل ما نبقى تروح تنزل ببيجامه او حاجه شكلها مش حلو يعني. فجبت لها المايو ده كان عامل 300 جنيه. هو سلبيته كامله وبتربط عليه ده من فوق كده، بتربط من على الوسط، فبيداري الجسم يعني حلو، لما لبسته كان حلو عليها ومداري الجسم خالص. وكمان معاه حاجه ثانيه، هي فين؟ معاه البونيه بتاعه
البونيه بيتلبس على الشعر، لانه زي ما قلت لكم هو اصلا بتاع محجبات كبار يعني. فجبته له. كمان جبت ده بقى انا طالباه اونلاين من فتره وما لبستوش لسه، فحبيت اوريه لكم برده الحاجه الاونلاين، لان احيانا بنجيب الحاجه الاونلاين بتطلع حلوه. انت ما جبتيش هدوم حبيب؟ انا مش عارفه هو فين، هو عينها باين. لا مش شايفها، هي مش محطوطه في كيس هناك، ولا تيشيرت محمد. لا هنا جبنا شويه بص ده محمد. كمان جبته كده، ده كان عامل 110 تقريبا. كان عامل 110 برضه جبته اهو. بصوا بقى الشورت بتاع ميدا ده والتيشيرت ده، بصوا دول بيتباعوا في الشارع يعني على عربيات في الشارع كده. وكمان جبت الحبيب شورت برضه ب 120، بس هو مش عارفه راح فين، مش عارفه هو شايلهم فين بصراحه. جبت له شورت ب 120، وجبت له طقم كامل شورت وتيشيرت برضه ب 150. ودول بتوع ميدا صغيرين كده، جبت له طقمين، طقم اهو، طقم هو لابسه. الطقمه دي رخيصه على فكره، اللي هو برمودا كده والتيشيرت تجيبيه نفس اللون تطقميه. القطعه ب 35 جنيه. ده من على عربيات في الشارع كده، بس والله حلوه. جبت له منها قبل كده وكانت حلوه يعني، حلوه بتتلبس عمليه وتتغسل وعادي جدا. كمان جبت لي انا بقى ده انا كنت طالباه اونلاين، الدريس ده. بصوا بقى انا مرتين السنه دي او 3 مرات اطلب حاجات اونلاين، ما كنتش بجيب حاجه اونلاين بصراحه. فجبت العبايه اللي عليا دي اللي هي ربعها ابيض والكم شفاف وابيض كده ربعه برده وهي زرقاء. فجبت انا الفست ده الدريس ده قبل كده برده، طلبته اونلاين كان عامل 400 جنيه. فلما جيت لبسته لقيته حلو وكويس وشكله شيك يعني. فجبت طلبت حاجه تانية اللي هي كانت قطعتين برده، كان عامل 500 جنيه. بصراحه انا بقالي يعني انا عشان مشغوله وكده فمش فاضيه انزل اشتري هدوم ليا، وبقالي فتره بصراحه ما كنتش جبت هدوم ليا خروج ولا اي هدوم خالص. فايه بشوف حاجه اونلاين كده وانا فاتحه الفيس، فبقوم ايه اجربها. بس انا بصراحه يعني بشرط عليهم لو حاجه مش حلوه او خامتها مش حلوه هغيرها، يعني هديها لكم ومش هستلمها. يقولوا لي تمام ادفعي الشحن وما تاخديهاش. بصوا انا هقوم اقيسه وهوريه لكم كده، انا ما لبستوش خالص يعني، انا جايباه بقاله كام يوم والله زي ما هو كده ومتشال، ما لبستوش. انا طالباه اونلاين من على الفيس، بس بصراحه خامته جميله. بصوا خامته اللي هي الكريب، تمشي شتوي وتمشي صيفي وخامته حلوه. واحسن حاجه بقى واسع جدا لان مقاساتنا صعبه يعني خاصه. فهدخل اقيسه كده واوريه لكم وانا لابساه وتقولوا لي رايكم ايه. يعني بصوا حبايب قلبي انا لبست الدريس اهو، بصوا ما شاء الله واسع، يعني هو واسع من تحت خالص، ممكن يكون بس متقسم من هنا لكن واسع ليه جبتين كمان من هنا اهو. يعني مثلا ممكن احط الموبايل فيه، ممكن مثلا احط الموبايل زي كده مش هيظهر احط فلوس، هيسهل عليا كتير قوي ان انا ما اشيلش شنطه اصلا. انا حاساه واسع ومرتاحه فيه، ما اعرفش بقى اذا كان شكله حلو، قولوا لي انتوا بقى في الكومنتات يعني شكله حلو وايه، لان انا ما بشتريش هدوم كتير بصراحه يعني، انا قليل جدا لما بشتري، والله يمكن بقالي كتير قوي ما بشتريش. قبل ما اشوف الولاد بقى كنت بجيب على طول، دلوقتي بصراحه كل ما اجي اشتري حاجه اقول لا الولاد يعني اجيبهم اكتر. ثبتي ايدك يا وسام، اقول الولاد بقى اجيب لهم هم يعني ابدا مني او اولى مني. هاتي كده يا رامي فوقي تحت كله. بصوا هو تحت واسع زي ما قلت لكم، بس في تقسيمه من فوق، الكم واسع كمان اهو. هاتيه كده من تحت كله. لا يبقى خد اهو بصوا تقريبا كده برده من ورا واسع اهو، مش يتلبس عليه بقى اي طرحه تقريبا كده، بس انا هلبس عليه طرحه سمراء افضل. او بيضه، الطرحه اللي كنت لابساها قبل كده بيضه او سمراء، الاسود مش على اي حاجه عامه، اسود احمر بني زي ما انت عايزه. لو بيضه تبقى احسن جميل عليه زي ما انت عايزه. انا هلبس عليه طرحه سمراء ان شاء الله. قلت كده اوريه لكم، قولوا لي رايكم ايه بقى، وحلو ولا وحش. والتخان لقينا لهم مقاس اهو. بصراحه انا طالباه اونلاين، ما اعرفش ما ترجعش يا رب تعالى. ماشي بقى خلاص. انا طالباه اونلاين. تعالي هنا عشان هو بتاع المروحه، تعالي قربي هنا بعيد عن المروحه. طالباه اونلاين زي ما قلت لكم كده، جالي كان عامل 675 تقريبا كده، لان انا جايباه من فتره مش من النهارده يعني، انا كل شهر مثلا ممكن اجيب حاجه، مش جايباه من النهارده. بس انا والله ما لبستوش ولا قيسته حتى الا معاكم كده. قولوا لي بقى ايه رايكم فيه، حلو ولا وحش. وباذن الله لو في حد فات بقى معرفه ولا حاجه يا جماعه قولوا لي نتقابل كده ونشوف بعض على السريع. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما كنتش طولت عليكم الفيديو، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.